الإلهة المصرية إيزيس. تعد إيزيس إلهة مصرية قديمة أصبحت أكثر شعبية واستمرارية بين جميع الآلهة المصرية. يأتي أصل اسمها من كلمة است وتعني المقعد، للإشارة إلى رسوخها وكذلك لعرش مصر، إذ كانت تعتبر أم الفراعنة كلهم، وذلك لارتباط الملك بحورس ابن إيزيس. وكما يفسر اسمها بمعنى ملكة العرش، إذ كان غطاء رأسها الأصلي العرش الفارغ لزوجها المقتول أوزوريس. من رموزها العقرب الذي حافظ على سلامتها عندما كانت مختبئة، والحدقاء وهي نوع من أنواع الطيور الجارحة التي تقمصت شكلها لإعادة زوجها إلى الحياة. كذلك يعتبر العرش الفارغ وآلة السيستروم الموسيقية من رموزها أيضا. صورت إيزيس عادة على إنها المانحة والمعطاءة والأم والزوجة والحامية، والتي تضع مصالح الآخرين ورفاهيتهم قبل اهتماماتها. كانت تعرف أيضا باسم السحر العظيم لقوتها وأم الآلهة، والعديد من الأسماء الأخرى اعتمادا على الدور الذي كانت تؤديه آنذاك. ازدادت شعبية إيزيس مع مرور الوقت، واعتبرت الإله الأنثوية جميعها مجرد جوانب من إيزيس، وكانت الإله المصري الوحيد الذي يعبده الجميع في البلاد. حلت هي وزوجها أوزوريس وابنها حورس محل ثالوث طيبة، والذي كان مؤلفا من أمون وموت وخنسو، الذين كانوا الثالوث المقدس الأكثر شعبية في مصر، كما يشار إلى أوزوريس وإيزيس وحورس باسم ثالوث أبيدوس. بدأت عبادة إيزيس في دلتا النيل، إذ يعتبر ضريح بهبيت الحجارة أهم معابدها، ثم امتدت عبادتها في النهاية إلى جميع أنحاء مصر. خدم كهنة من الرجال والنساء معبد إيزيس، ومارسوا طقوس عبادتها في معبدها الذي كان بمثابة موطنها الأصلي، الذي ضم تمثالا لها اسوة بمعابد الآلهة الأخرى. وحرص كهنة وكاهنات المعبد على الحفاظ على وقار صورة المعبد، وحثوا شعب مصر على زيارة المعبد لترك القرابين والصلاة. ولم يسمح سوى لكبير الكهنة ورئيسة الكاهنات بدخول الحرم حيث يقيم تمثال إيزيس. لا يعرف الكثير عن تفاصيل الطقوس المحيطة بعبادتها مثل الألغاز الأليسونية، فنمت عبادة إيزيس لتصبح ديانة غامضة تعد معتنقيها بأسرار الحياة والموت، الذين أقسموا بعد ذلك أن يحافظوا على سريتها. وعرف عن هذه العقيدة وعدها بالحياة الأبدية لأولئك الذين قبلوا فيها. لم يكتب الناس عن عبادة إيزيس كثيرا إلا بعد انتشارها في روما، وكان من الواضح بحلول ذلك الوقت أن معرفة هذه الطقوس كان حكرا على معتنقي العبادة فقط. ظل معبدها في جزيرة فيلة في الصعيد مزارا لآلاف السنين، إلى أن أغلقه الإمبراطور المسيحي جاستينيان في القرن السادس الميلادي. لم تكن إيزيس أمل للملوك فقط، إذ صورت في بعض القصص والنقوش على إنها امرأة بلا مأوى، وامرأة عجوز، وزوجة حزينة تبحث عن زوجها الضائع،
وأم تنعى طفلا مفقودا، وامرأة تناضل من أجل أسرتها. صورت هذه القصص إيزيس جزءا من عامة الناس في مصر في أحلك لحظاتهم، فأصبحت إيزيس إله الشعب المصري بأطيافه كلها، ذكورا وإناثا، ملوكا كانوا أم من العامة. وعلمت مع زوجها أوزوريس البشر فنون الزراعة والطب وأسس الزواج. ارتبطت إيزيس بالبحر، وكانت حامية للبحارة والتجار الذين ارتدوا التمائم تكريما لها ولمساعدتهم في أوقات الشدة. تجاوزت إيزيس على عكس آلهة مصر الأخرى الحدود الوطنية، إذ عبدها اليونانيون والرومان الذين آمنوا بها باعتبارها الإله الأعلى التي خلقت العالم. نافست عبادتها في روما الدين المسيحي في مراحله المبكرة، الذي اعتمد على صورة إيزيس والطفل الإله حورس في تصوير مريم العذراء مع المسيح. ظلت عبادتها الأكثر شعبية في البحر الأبيض المتوسط القديم، إلى أن تغلبت المسيحية على الديانات الوثنية بين القرنين الرابع والسادس الميلادي، وحظرت عبادة إيزيس مع عبادة الآلهة الوثنية الأخرى. إيزيس وأسطورة ماعت تعتبر أسطورة الانسجام والتوازن، والمعروفة باسم ماعت، عن القيمة المركزية للثقافة المصرية، إذ اعتقد المصريون أن الآلهة اعتمدت عليهم في العيش وفقا للقيم الأبدية، وكان من أهمها ماعت التي ترمز إليها الآلهة التي تحمل الاسم نفسه، والتي كانت تضع على رأسها ريشة الحقيقة البيضاء. انتشار أسطورة إيزيس خارج حدود مصر. عندما غزا الإسكندر الأكبر مصر، ربطت قواته إيزيس بالآلهة اليونانية الشهيرة ديميتر، الأمر الذي جعلها قريبة من الشعب اليوناني الذي مارس طقوسه الخاصة لتكريم الآلهة المصرية. وبعد وفاة الإسكندر، استلم جنرال بطليموس الأول الحكم متخذا من مصر أرضا له أثناء تقسيم الغنائم، واستمر بإضفاء الطابع الهيليني على الثقافة المصرية.